المرض ثلاثة أنواع الذي يجوز معه الفطر. إما مرض يزيد مع الصوم، إذا صام زاد مرضه، أو يتأخر شفاؤه بسبب صومه، أو يأتي المرض بسبب صومه. يعني هو يأخذ علاج مثلا، فإذا صام ولم يأخذ العلاج جاء المرض. هؤلاء الثلاثة كلهم يفطرون. طيب إذا كان المرض خفيفا، سخونة بسيطة، صبع عورة، إيده مكسورة، يعني مرض لا يمنع من الصوم، هنا يصوم. فالمرض الذي يجوز معه الفطر هو المرض الذي كما قلنا يأتي مع الصوم، أو يزيد مع الصوم، أو يتأخر الشفاء منه مع الصوم. هذا هو المرض الذي يكون معه الضرر.